هاي جايز، مرحبا بكم بحلقة جديدة من بيوتي وذ مها. بهالحلقة عندنا جست ويانا كلش سبيشل. كل مرة تسألوها شو تخلين الشعر، شلون تعتنين بشعرك، فاليوم خليتها تجي وتصور فيديو شنو تخلي الماسك بشعرها. هذا الماسك طبعا انا وياها نستعمله، بس خليتها هي اليوم تسوي لكم الطريقة وبالضبط شلون تخليه. فبليز ويلكم. هلا، وشلونكم؟ كثير ناس يسألوني شنو الطريقة اللي تقدرين تحافظين بها على شعرك انه يبقى طويل ولامع ويعني ما يتساقط. اليوم سويت لكم ماسك جدا بسيط وسهل ومكوناته موجودة بكل بيت، يعني ما تحتاجون انه تروحون تجيبون شغلات اكسترا. احكي لهم عن المكونات، شنو هن المكونات، وبعدين بالفيديو راح نقول لهم شنو الفوائد مال المكونات. اكيد. المكونات هي طبعا ما مستخدمة بها اي شيء كيميكال، كل شيء مواد طبيعيه اورجانيك. المكونات موجوده طبعا هي مثل ما قلت بكل بيت. بيضه، وتعرفون شنو فوائد البيض بعدين احكي لكم عنه، وعسل. والعسل يعطي لمعه للشعر، وهم احكي لكم عن الفوائد بعدين. ما خليها تحكي زين، لان ما تقبل السر هذا، بعدين اعطيكم من تتابعون كل الفيديو راح تعرفون شنو هي المكونات، شنو فائدتها. والكوكونات اويل اللي هو جوز الهند، زيت جوز الهند. زيت جوز يعني اذا انتم متابعين الفيديوهات مالتي تعرفون اني زيت جوز الهند اخليه يعني اكثر الماسكات والشغلات مال الوجه اموت على زيت جوز الهند، لانه بالفعل ينطي يقوي الشعر. فاذا ما عندكم الزيت مال جوز الهند اوريدي ببيتكم لازم 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 تروحون تشتروه. بعدة فوائد، يعني راح ندي اليوم بالماسك مال الشعر، وشوفوا بعدين للجسم للوجه بكثير شغلات. والله راح تستغنون عن كثير من الشغلات اللي تستخدموها تشتروها اللي هي بيها اصلا كيميكال. تابعوا الفيديو حتى تشوفون بالضبط شلون نسوي هذا الماسك. خلي ملعقتين طعام جوز الهند، لان جوز الهند يقوم بتغذية بصيلات الشعر وتطويل الشعر ترطيبه وحمايته من التقصف والتلف. بعدين خلوا ملعقتين عسل، لأن العسل يحفز نمو الشعر ويحسن فروة الرأس لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ويرطب فروة الرأس ويعيد لمعانه وتألق الشعر التالف. خلوا الخلطة بالمايكروويف مدة 20 ثانية حتى يذوب. ضيفوا بيضة للخلطة، لأن البيض يعزز نمو الشعر ويحتوي على الكثير من البروتين. يتكون الشعر من الكيراتين اللي يحتاج إلى 70% من البروتين، لذلك هو يساعد على إعادة بناء الشعر التالف. وكلنا نسوي ميكس مع بعض. خلوا منشفة حتى ما تنتلف الملابس. اخذوا كمية بأطراف أصابعكم وفرقوا الشعر، وخلوا الماسك على الفروة. سووا مساج لفروة الراس حتى ينملي بالكامل. جيبوا شعركم لقدام واملوه لين الأطراف. لفوا شعركم وتركوه 30 دقيقة. بعدين غسلوا شعركم بالشامبو والكونديشنر أو التريتمنت. شكرا للمتابعة. إذا حبيتوا الفيديو سووا لايك and subscribe، وإن شاء الله أشوفكم قريبا بحلقة جديدة من بيوتي وذ مها.